أخباركم إيه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير. بالنسبة للواقعة اللي هي بتاعة مستر كولر لما الإزاز اترمت عليه، وكان طبعا الموضوع يعني اتقال في كلام كتير، هل من مقصورة الصحفيين ولا من الدرجة التانية يمين أو شمال. كانت ظاهرة إن هي كانت من الدرجة التانية شمال، ممكن في إزاز مرمية، وفي بيان بره النقاد إن هو بيبرأ في مجموعة المراسلين أو الصحفيين اللي كانوا موجودين في الماتش. ولكن أنا بعديها بيومين، الماتش كان الجمعة، أنا يوم الحد أنا كنت في افتتاح كأس أفريقيا للشباب. حاجة غريبة جدًا حصلت على فكرة، نفس الموضوع، نفس إزاز بتترمي من مكان مش معروف، من مكان مش معروف، ما تعرفش بقى في التندة اللي فوق المقصورة ديّة في حد بيرمي، من تانية يمين في حد بيرمي من فوق خالص، تانية شمال في حد بيرمي من فوق خالص من نفس المكان. وده إن ده اللي يدل على إيه من وجهة نظري أنا وتفسيري أنا، إن الموضوع ده مقصود، الموضوع ده ليه هدف، الموضوع دوّة عايز يعمل ثرثرة ويعمل مشاكل ويعمل أزمة ويخلّي الدنيا شكلها وِحِش. يعني إحنا كسبانين في ماتش منتخب الشباب وفي إزازة تترمي كانت بتنزل على المنظمين، والمنظمين على فكرة اللي في الملعب يشهدوا يعني. التنظيم على أعلى مستوى في الماتش، الماتش يعني مصر عاملة مجهود، واتحاد الكورة مع الرابطة مع اتحاد الكورة مع الوزارة مع الشركة المتحدة عاملين مجهود كبير في تنظيم البطولة. ولكن الغريب إن في حد مترصد، في حد عايز الماتشات الجماهيرية يحصل فيها مشاكل، فركّزوا في النقطة ديّة، في حد عايز يحصل مشاكل في الماتشات الجماهيرية، ده عايز يحرج المسؤولين. فيا ريت الظاهرة ديّة أو مش هي مش ظاهرة طبعًا، هي موضوع مقصود لحرج المسؤولين، يعني ده رأيي يعني، وإن يكون في مشاكل في الماتشات الجماهيرية وتصدّر مشكلة للبلد ممكن جدًا يعني. فالموضوع ده في رأيي إن هو ممكن ما يكونش غضب جماهيري أوي ساعة واقعة كولر، على قد ما ممكن يكون الموضوع ده مقصود لهدفٍ ما يعني. كل يوم هتسمعوا عن مدربين مرشحين للأهلي. الأهلي لغاية دلوقتي على فكرة ما حسمش موضوع المدرب. طب ليه أنا باقول ما حسمش موضوع المدرب؟ لأن الأهلي بيستقبل لغاية دلوقتي سيفيهات، لغاية وقتنا هذا، لغاية يوم النهارده يوم التلات، بيستقبل سيفيهات. يوم 29 إبريل الأهلي لغاية دلوقتي بيستقبل سيفيهات، وده معناه إن هو لسه ما خلصش. من وكلا بقى، من شركات تسويق، من محبين، من وسطاء، من مدربين نفسهم بيبعتوا. الأهلي فاتح وبيسمع، وممثلين الأهلي بيسمعوا للعروض اللي بتيجي والسيفيهات اللي بتيجي وبتوصل. فده إن دل على شيء فيدل إن الأهلي لسه ما خلصش. هتلاقوا أسماء بتتعرض؟ لأ، ده مش أسماء بشرط إن الأهلي يكون هو بيفكر فيها، دي أسماء بتتعرض. يعني مثلًا الهولندي مارك فان بوميل اسم كبير طبعًا، تمام، اتعرض على الأهلي، مش من مكان واحد، من أكتر. هل ده معناه إنه هيكون مدرب الأهلي أو الأهلي بيفكر فيه؟ لأ، هو اتعرض على الأهلي، فخلاص هو اتعرض على الأهلي. لويس دياز على فكرة رامون دياز مدرب الهلال قبل كده وبيراميدز هنا في مصر اتعرض على الأهلي. مدربين كتير جدًا معروضين على الأهلي. أمّا الاسم اللي أنتم تسمعوه ده مش معناه إن الأهلي عايزه أو الأهلي بيفاوضه، لأ، كلّها معروضين على الأهلي. في ممكن على فكرة لو أنا يعني ممكن هاحط لكم أسماء على فكرة، معروض حوالي 50 مدرب على الأهلي، 50 مدرب، 50 مدرب معاهم موافقة المدربين، مش 50 وكيل عرض الCV بتاع مدرب، لأ، ده المدرب التاني موافق ومدّي الوكيل أو الشركة اللي بتسوّق له أوكي، تمام، ومعروض على الأهلي. هل الأهلي بيفاوضه؟ لأ. هل الأهلي يخلّص معاه؟ لأ، ده معروض. فهي دي بس، أنا حبيت بس أوضّح لكم نقطة المدربين المعروضين. كل يوم هتلاقي أسماء تطلع على الساحة ممكن ما يكونش ليها أي علاقة بفكر الأهلي. سواء اتكلمت عن رامي ربيعة وقُلت يعني قبل ماتش بيراميدز، الأهلي وبيراميدز، قُلت إن هو حاسم أمره. يعني الراجل قُلت إن هو حاسم أمره، ما بيستقبلش عروض، وحتى لو عروض كويسة ما بيستقبلش، قافل الدنيا كلّها. فواضح إن هو حاسم أمره. حاسمه إزاي بقى؟ ما أعرفش. يعني هل هو موقّع مع الأهلي ومخلّص؟ الله أعلم، ما عنديش معلومة. هل هو موقّع مع نادي هنا في مصر؟ الله أعلم. هل هو موقّع مع نادي برّه في الخليج، في ليبيا، في الإمارات، في نادي خليجي؟ ما أعرفش. نادي عربي؟ مش عارف. لكن الأكيد إن دلوقتي خلاص رامي ما بيستقبلش عروض، في عروض بتيجي له بأرقام كويسة هو قافلها. ولمّا ييجي لك عرض برقم كبير وأنت مش بتناقشه أصلًا، يبقى أنت خلاص أنت مضبّط أمورك في حتّة وماضي وكل حاجة زي الفل. فأنا بأكد على موضوع رامي ربيعة تاني، رامي ربيعة مخلّص. هل هو مخلّص مع الأهلي؟ هل هو مخلّص مع مكان تاني جوّه مصر؟ هل برّه؟ الله أعلم.